ليه في ناس بتنجح أكتر من غيرها؟ ليه في ناس بتكسب فلوس أكتر وبتعيش حياة أريح وبتحقق إنجازات أكتر بكتير خلال نفس الفترة الزمنية اللي الأغلبية الساحقة من الناس ما بتعملش فيها ربع اللي عملوه؟ براين تريسي أحد رواد التنمية الذاتية هيجاوبنا على الأسئلة دي من خلال حكايته الشخصية. نستمع ليه هيقول لينا إيه؟ أنا بدأت حياتي من غير أي امتيازات تذكر، ما أخدتش شهادة الثانوية العامة، عشت سنين طويلة من شغلانات مؤقتة، تعليمي كان محدود، مهاراتي كانت محدودة، ومستقبلي كان باين إنه محدود هو كمان. وبعدين سألت نفسي السؤال ده: ليه في ناس بتنجح أكتر من غيرها؟ السؤال ده غير حياتي، شدني في رحلة بحث مستمرة عن الإجابات، رحلة لسه مكملة لحد النهاردة. مع الوقت قريت عدد ضخم من الكتب والمقالات عن النجاح وتحقيق الذات. الواضح إن أسباب النجاح دي اتناقشت واتكتبت من أكتر من 2000 سنة وبكل الطرق اللي ممكن تتخيلها. واحدة من الصفات اللي أغلب الفلاسفة والمعلمين والخبراء متفقين عليها هي أهمية الانضباط الذاتي. توماس أديسون كتب: العبقرية 1% إلهام و99% عرق وتعب. الانضباط هو المفتاح لحياة جميلة، ومن غيره مفيش أي نجاح حقيقي ومستمر. ممارسة الانضباط الذاتي غيرت حياتي، وهي كمان هتغير حياتك. لما بدأت أطلب من نفسي أكتر وأكتر، نجحت في مجال المبيعات وبعدها في الإدارة. عوضت اللي فاتني في التعليم وخدت ماجستير إدارة أعمال وأنا في الثلاثينات من عمري، وده احتاج مئات الساعات من الدراسة المكثفة. لكن كان عندي انضباط وإصرار كفاية يخلوني أتعلم وأطبق اللي لازم يتعمل. دخلت مجال التطوير العقاري من غير أي معرفة أو خبرة، اشتغلت ودرست مئات الساعات بانضباط، وبعد كده بنيت مراكز تجارية ومناطق صناعية ومشروعات سكنية. من خلال الانضباط الذاتي أسست شركات ناجحة في مجالات التدريب والاستشارات وإلقاء المحاضرات والكتابة والتسجيل والتوزيع. اشتغلت كمستشار لأكثر من 1000 شركة على مدار السنين، ودربت أكثر من 5 مليون شخص في ندوات ومحاضرات مباشرة. في كل حالة من دول كان الانضباط الذاتي هو العامل الحاسم في نجاحي. اكتشفت إنك تقدر توصل تقريباً لأي هدف تحطه لنفسك لو عندك الانضباط اللي يخليك تبذل المجهود وتعمل اللي لازم يتعمل وما تستسلمش أبداً. لمن الفيديو ده؟ التسجيل ده موجه لكل شخص طموح ومصمم إنه يحقق أحلامه، موجه لكل واحد عطشان يعمل أكتر ويملك أكتر ويبقى أكتر. يمكن أهم مبدأ على الإطلاق في موضوع النجاح هو إنك علشان تنجح لازم تتحول لشخص تاني. مش الحاجات المادية اللي بتنجزها أو اللي بتمتلكها هي الأهم. الأهم هو نوعية الشخص اللي لازم تبقى عليه علشان تحقق إنجازات أعلى من المتوسط بكتير. تطوير الانضباط الذاتي هو الطريق اللي بيخلي كل حاجة ممكنة. من كام سنة كنت موجود في واشنطن العاصمة علشان أحضر مؤتمر. في استراحة الغداء دخلت منطقة أكل قريبة. المكان كان زحمة جدا، وقعدت لوحدي على آخر ترابيزة فاضية مع إنها كانت ل4 أشخاص. بعد شوية دخل راجل كبير في السن. بما إن كان في مكان فاضي على ترابيزة عندي، قمت فورا وعرضت على الراجل الكبير يقعد معايا. هو تردد شوية، لكن مع إصراري وافق وقعد وشكرني، وبدأنا نتكلم. طلع اسمه كاب كاميبيا. في الحقيقة أنا عرفت على طول هو مين. كان رمز كبير في مجال النجاح وتحقيق الذات. كابيميا كان كاتب 4 كتب ناجحة جدا، كل كتاب فيهم كان فيه 250 مبدأ للنجاح، جمعهم بعد أكتر من 50 سنة بحث ودراسة. أنا كنت قريت الكتب ال4 من أول صفحة لآخر صفحة أكتر من مرة. للأسف الكتب دي مش متاحة للنشر دلوقتي. بعد ما اتكلمنا شوية سألته السؤال اللي أي حد في الموقف ده ممكن يسأله: من بين 1000 مبدأ للنجاح اكتشفته، في رأيك إيه هو أهم مبدأ على الإطلاق؟ ابتسم وبان في عينه بريء، كأنه اتسأل السؤال ده قبل كده كتير، ورد من غير تردد: أهم مبدأ للنجاح على الإطلاق اتقال على لسان ألبرت هوبرد، واحد من أكتر الكتاب إنتاجاً في تاريخ أمريكا في أوائل القرن العشرين. قال: اعمل اللي لازم تعمله في الوقت اللي لازم تعمله فيه، سواء كنت حابب كده أو لأ. وبعدين أضاف: في 999 مبدأ تانيين للنجاح اكتشفتهم من قراءتي وتجربتي، لكن من غير انضباط ذاتي ولا مبدأ منهم بيشتغل. الانضباط الذاتي هو أساس نجاحنا الشخصي، هو السحر اللي بيفتح كل الأبواب وبيخلي كل حاجة ممكنة.
بالانضباط الذاتي الشخص العادي يقدر يوصل لأبعد وأسرع مدى تسمح به قدراته وذكائه، ومن غير انضباط ذاتي نادراً ما شخص حتى لو عنده تعليم ممتاز وفرص كبيرة يقدر يطلع فوق المستوى المتوسط. زي ما الانضباط الذاتي هو المفتاح للنجاح، غيابه هو السبب الرئيسي للفشل والإحباط وضعف الأداء والتعاسة في الحياة. أكبر عدوين للنجاح والسعادة وتحقيق الذات هما في المقام الأول صوت أقل مقاومة، وفي المقام الثاني عامل الانتهازية. صوت أقل مقاومة هو اللي بيخلينا دايما نميل لأقل مجهود في تقريبا كل موقف، بندور على طرق مختصرة لكل حاجة، نوصل الشغل في آخر لحظة ونمشي أول ما الفرصة تيجي، بندور على الثراء السريع والفلوس السهلة. مع الوقت بنعتاد دايما ندور على الطريق الأسهل والأسرع علشان ناخد اللي احنا عايزينه، بدل ما نعمل اللي صعب وضروري علشان ننجح بجد. عامل الانتهازية اللي هو امتداد لطريق أقل مقاومة أخطر بكتير في إنه يودينا للفشل وضعف الأداء. بمعنى تاني، أغلب الناس بتعمل اللي هو مناسب لحظي مش اللي هو صح فعلياً. في كل يوم وفي كل دقيقة من كل يوم جوه كل واحد فينا صراع بين إننا نعمل الصح الصعب والضروري زي ملاك صغير واقف على كتف، وبين إننا نعمل اللي ممتع السهل والقليل القيمة زي شيطان صغير واقف على الكتف التاني. كل دقيقة بتعدي لازم نحارب ونكسب المعركة دي بين الانتهازية وطريق أقل مقاومة لو فعلا عايزين نبقى حد مهم وننجح. السيطرة على النفس. نقدر كمان نعرف الانضباط الذاتي على إنه التحكم في النفس. النجاح الحقيقي مش ممكن يحصل غير لما الإنسان يقدر يسيطر على مشاعره وشهواته وميوله. الناس اللي ما عندهاش القدرة إنها تتحكم في رغباتها بتبقى ضعيفة ومستهترة، وغالباً كمان غير موثوق فيها في مجالات تانية من حياتها. الانضباط الذاتي ممكن يتعرف كمان على إنه ضبط النفس، قدرتنا إننا نسيطر على تصرفاتنا ونضبط كلامنا وأفعالنا، ونتأكد إن سلوكنا متوافق مع طموحاتنا وأهدافنا بعيدة المدى، وده في حد ذاته علامة على إننا أشخاص راقيين. الانضباط اتوصف أحياناً إنه نوع من إنكار الذات، بمعنى إننا نمنع نفسنا عن المتع السهلة والإغراءات اللي ممكن تضللنا، ونلزم نفسنا إننا نعمل بس الحاجات اللي إحنا عارفين إنها صح ومناسبة في اللحظة دي. الانضباط الذاتي بيطلب مننا نأجل الإشباع ونقدر نأخره على المدى القصير علشان ناخد مكافآت أكبر على المدى الطويل. التفكير طويل المدى. عالم الاجتماع الدكتور أدوارد بانفيلد من جامعة هارفارد عمل دراسة امتدت 50 سنة عن أسباب الحراك الاجتماعي والاقتصادي في أمريكا، وخلص إلى أن أهم سمة عند الناس اللي نجحوا نجاح كبير في حياتهم كانت النظرة طويلة المدى. بانفيلد عرف المنظور الزمني على أنه المدى الزمني اللي الفرد بياخده في اعتباره وهو بيحدد تصرفاته الحالية، وده معناه أن الناس المتفوقين بيفكروا دايماً على المدى الطويل، بيبصوا قدامهم على قد ما يقدروا علشان يحددوا نوع الشخص اللي عايزين يبقوا عليه والأهداف اللي عايزين يحققوها، وبعد كده بيرجعوا للحظة الحالية ويحددوا إيه الحاجات اللي لازم يعملوها أو ما يعملوهاش علشان يوصلوا للمستقبل اللي بيتمنوه. ممارسة التفكير طويل المدى دي بتنطبق على الشغل والمهنة والجواز والعلاقات والفلوس والسلوك الشخصي. الناس اللي بتنجح بتتأكد إن كل حاجة بتعملها على المدى القصير متوافقة مع أهدافها بعيدة المدى، وعلشان كده بيمارسوا الانضباط الذاتي باستمرار. يمكن أهم كلمة في التفكير طويل المدى هي كلمة تضحية. الناس المتفوقة عندها القدرة إنها تقدم تضحيات صغيرة وكبيرة طول حياتها على المدى القصير علشان تضمن نتائج ومكافآت أفضل على المدى الطويل. بنشوف الروح دي عند الناس اللي بيقضوا ساعات طويلة وسنين أحياناً في دراسة وتطوير مهاراتهم علشان يبقوا أكثر نفعاً ويعيشوا حياة أفضل في المستقبل، بدل ما يضيعوا أغلب وقتهم في التسلية وبناء علاقات سطحية في الحاضر. قدرتنا إننا نفكر ونخطط ونشتغل بجد على المدى القصير ونلزم نفسنا نعمل اللي صح وضروري بدل اللي مريح وسهل هي المفتاح لبناء مستقبل رائع لينا. قدرتنا على التفكير طويل المدى مهارة مكتسبة، وكل ما نتحسن فيها نقدر نتوقع بدقة أكبر إيه اللي ممكن يحصل لينا في المستقبل نتيجة تصرفاتنا في الحاضر، ودي صفة من صفات المفكر المتفوق. المكاسب قصيرة المدى ممكن تبقى مؤلمة على المدى الطويل. إحنا بنقع ضحايا لقانونين لما ما بنمارسش الانضباط الذاتي. أول قانون اسمه قانون العواقب غير المقصودة. القانون ده بيقول إن العواقب غير المقصودة لأي تصرف ممكن تبقى أسوأ بكتير من العواقب المقصودة لنفس التصرف، وده بسبب غياب التفكير طويل المدى. القانون الثاني هو قانون الآثار العكسية،
وده معناه إن تصرف قصير المدى مبني على الإشباع الفوري ممكن يؤدي لعواقب سلبية أو حتى عكس اللي كنا عايزينه. على سبيل المثال، ممكن نستثمر وقت أو فلوس أو مشاعر وإحنا ناويين نبقى في وضع أحسن وأسعد، لكن بما إننا تصرفنا من غير تفكير أو من غير ما نعمل واجبنا كويس، العواقب تطلع أسوأ بكتير من إننا ما كناش عملنا أي حاجة أصلاً. كلنا مرينا بالتجربة دي، وغالباً أكثر من مرة. القاسم المشترك للنجاح. رجل الأعمال هيوبرت جراي عمل دراسة طويلة المدى عن اللي سماه القاسم المشترك للنجاح، وبعد 11 سنة وصل لاستنتاج بسيط وواضح: الناس اللي بتنجح عندها عادة إنها تعمل الحاجات اللي الناس اللي بتفشل ما بتحبش تعملها. طب إيه هي الحاجات دي؟ اتضح إن الحاجات اللي الناس الناجحة ما بتحبش تعملها هي نفسها بالظبط الحاجات اللي الناس الفاشلة ما بتحبش تعملها، لكن الفرق إن الناجحين بيعملوها برضو لأنهم عارفين إن ده هو التمن اللي لازم يدفع علشان يحققوا نجاح ومكافآت أكبر في المستقبل. جراي لاحظ إن الناس الناجحة بتركز أكثر على النتائج الجيدة، في حين إن الناس اللي بتفشل بتركز أكثر على الطرق المريحة والممتعة. الناس السعيدة والناجحة بتهتم أكثر بالعواقب الإيجابية وطويلة المدى لتصرفاتها، بينما الناس اللي بتفشل بتهتم أكثر بالمتعة الشخصية والإشباع الفوري. المتحدث التحفيزي دانيس ويتلي قال إن أفضل الناس هم اللي بيفكروا أكثر في الأنشطة اللي بتقربهم من أهدافهم، بينما الناس العاديين بيفكروا أكثر في الأنشطة اللي بتخليهم يرخوا ويضيعوا تركيزهم. تناول العشاء قبل الحلوى. أبسط قاعدة في ممارسة الانضباط الذاتي هي إنك تاكل العشاء قبل الحلوى. في أي وجبة في ترتيب منطقي للأكل، الأول بناكل الأكل الأساسي، بعدين نغير الطبق، وبعد كده يجي الحلوى. في ستيكر لطيف لكن مضلل على العربيات بيقول: الحياة قصيرة، كل الحلوى الأول. خلينا نتخيل إيه اللي هيحصل لو رجعنا البيت بعد الشغل وبدل ما ناكل عشاء صحي أكلنا قطعة كبيرة من فطيرة التفاح مع آيس كريم. هل بعدها هيبقى عندنا رغبة ناكل أكل صحي ومغذي؟ هنبقى حاسين بإيه بعد كل السكر ده في بطننا؟ هل هنحس بالنشاط والاستعداد نعمل حاجة مفيدة، ولا هنحس بالتعب والخمول ونبقى مستعدين نقفل اليوم؟ والأسوأ من كده إن أي حاجة بنعملها بشكل متكرر مرة ورا مرة بتتحول بسرعة لعادة، ولما العادة دي تترسخ بيبقى صعب جدا نتخلص منها. عادة إننا نختار الطريق الأقصر ونعمل اللي مسلي وممتع وناكل الحلوى قبل العشاء بتقوى أكثر وأكثر، وبتؤدي في النهاية لضعف الشخصية وتدني الأداء والفشل. الخبر الحلو إننا نقدر نكتسب عادة الانضباط الذاتي. الممارسة المنتظمة للانضباط، إنك تعمل اللي لازم يتعمل في الوقت اللي لازم يتعمل فيه سواء عندك رغبة أو ما عندكش، بتقوى أكتر وأكتر كل ما تمارسها. العادات السيئة سهلة الاكتساب لكن صعبة التحمل، والعادات الجيدة صعبة الاكتساب لكن سهلة التحمل. وزي ما قال جوتا، كل حاجة بتبقى صعبة قبل ما تبقى سهلة. تكوين عادات الانضباط الذاتي وضبط النفس والتحكم في الذات صعب في البداية، لكن أول ما العادات دي تترسخ بتبقى تلقائية وسهلة التطبيق. لما عادات الانضباط الذاتي تستقر بقوة في سلوكنا، بنحس بعدم ارتياح لما ما نتصرفش بانضباط. والحقيقة إن كل العادات ممكن تعلم، نقدر نكتسب كل العادات اللي محتاجينها علشان نبقى نوع الشخص اللي احنا عايزين نبقى عليه. نقدر نبقى أشخاص أفضل لما نمارس الانضباط الذاتي كل ما يكون مطلوب مننا. كل ممارسة للانضباط الذاتي بتقوي باقي جوانب الانضباط في حياتنا، وعلى العكس أي ضعف في الانضباط بيضعف باقي الجوانب. علشان نكون عادة الانضباط الذاتي لازم في الأول ناخد قرار حاسم إزاي هنتصرف في مجال معين، وبعدها في المرحلة الأولى لازم نرفض أي استثناءات لحد ما عادة الانضباط في المجال ده تترسخ تماماً. وكل مرة نغلط، وده طبيعي يحصل، نقرر من جديد إننا نكمل في طريق الانضباط لحد ما يبقى التصرف بانضباط أسهل من التصرف من غيره. أفضل مكافأة. المكافأة اللي بتيجي مع تقوية الانضباط الذاتي مكافأة عظيمة فعلاً. في علاقة مباشرة بين الانضباط الذاتي وتقدير الذات. كل ما نمارس ضبط النفس والتحكم في الذات أكتر، كل ما نحب نفسنا ونقدرها أكتر، وكل ما نزود انضباطنا احترامنا لذاتنا وفخرنا بنفسنا يزيد. وكل ما نمارس الانضباط الذاتي أكتر، الصورة اللي شايفين بيها نفسنا هتتحسن، بنشوف نفسنا بشكل إيجابي أكتر، بنحس بسعادة وقوة أكتر. ممارسة والحفاظ على عادة الانضباط الذاتي هو شغل العمر كله، مجهود مستمر ما بيخلصش. إغراء طريق أقل مقاومة وعامل الانتهازية دايما موجودين في عقلنا، مستنيين أي فرصة علشان يضيعونا ويخلونا نعمل اللي ممتع وسهل وعديم القيمة بدل اللي صعب وضروري ومحسن للحياة. نابليون هيل قال إن الانضباط الذاتي هو المفتاح الأساسي للثروة.
الانضباط الذاتي هو مفتاح تقدير الذات واحترام الذات والفخر الشخصي. هو الضمان إننا في النهاية هنتجاوز كل العقبات ونبني لنفسنا حياة رائعة. القدرة على ممارسة الانضباط الذاتي هي السبب الحقيقي اللي بيخلي بعض الناس تنجح أكتر وتبقى أسعد من غيرها. هنتعلم إزاي نحرر إمكانياتنا الشخصية خطوة بخطوة من خلال ممارسة الانضباط الذاتي في كل جوانب حياتنا الشخصية، وخصوصاً في تحديد الأهداف وبناء الشخصية وتحمل المسؤولية وتنمية الشجاعة ودعم كل اللي بنعمله بالإصرار والمثابرة. هنتعلم إزاي نحقق نتائج أعلى بكتير من اللي اعتدنا عليها في مجالات الأعمال والمبيعات والمال الشخصي. هنتعلم ليه وإزاي الانضباط الذاتي ضروري علشان نبقى قادة في مجالاتنا ونشغل مشروعاتنا بكفاءة وربحية أعلى ونبيع أكتر ونستثمر بذكاء وندير وقتنا علشان نوصل لأفضل نتائج ممكنة. هنتعلم نطبق معجزة الانضباط الذاتي على حياتنا الشخصية. هنتعلم نمارس الانضباط الذاتي في مجالات السعادة والصحة واللياقة البدنية والجواز والأولاد والصداقة والهدوء النفسي. هنتعلم نطور جودة حياتنا وعلاقاتنا في كل الاتجاهات. أقدم لك قصص واقتباسات وأمثلة وحكايات قصيرة علشان أوضح المبادئ وبين إزاي نقدر ندمج مستويات أعلى من الانضباط الذاتي وضبط النفس في كل اللي بنعمله. هنتعلم إزاي نسيطر سيطرة كاملة على تطورنا الشخصي والمهني، وإزاي نبقى أشخاص أقوى وأسعد وأكثر ثقة في كل مجالات الحياة اللي بتهمنا. هنتعلم نكسر العادات القديمة اللي ممكن تكون مأيدانا ونطور عادات الثقة في النفس وتحديد المصير والانضباط الذاتي اللي تخلينا نحدد ونحقق أي هدف. هنتعلم نسيطر سيطرة كاملة على عقلنا ومشاعرنا ومستقبلنا زي قوة من قوة الطبيعة. هنحقق في الشهور والسنين اللي جاية أكتر بكتير من اللي أغلب الناس بتحققه في عمر كامل. انضم الأعلى 20%. في أي مجتمع 20% من الناس بيملكوا وبيستمتعوا ب80% من الثروة والمكافآت. المبدأ ده المعروف بمبدأ باريتو تم إثباته مراراً من وقت ما اتصاغ لأول مرة سنة 1895 على يد ويلفريدو باريتو. علشان كده أول هدف في مسارنا المهني لازم يكون إننا نبقى ضمن أعلى 20% من الناس في المجال اللي اخترناه. في القرن ال21 المعرفة والمهارات هم الأساس. كل ما تزود معرفتك وقدراتك كل ما تبقى أكفأ وأكتر قيمة، وكل ما تتحسن في اللي بتعمله قدرتك على كسب الدخل بتزيد زي الفايدة المركبة. للأسف أغلب الناس 80% الأقل ما بيبذلوش مجهود يذكر علشان يطوروا مهاراتهم. حسب كتاب Talent is Overrated الموهبة مبالغ في تقديرها اللي 12 سنة 2009، أغلب الناس بيتعلموا شغلهم في أول سنة من الوظيفة وبعد كده ما بيتقدموش خطوة. بس الأشخاص الأكفأ في كل المجالات هم اللي عندهم إصرار دائم على التطوير المستمر. نتيجة للفجوة المتزايدة في الإنتاجية المبنية على المعرفة والمهارات والعمل، أعلى 1% من الأمريكيين دلوقتي بيملكوا لحد 33% من الأصول المالية. نبدأ من الصفر. من المثير للاهتمام إن أغلب الناس بيبدأوا حياتهم تقريباً من نفس النقطة، قليل أو لا شيء. تقريباً كل الثروات في أمريكا وفي العالم هي ثروات من الجيل الأول، بمعنى إن كل شخص تقريباً بدأ من غير حاجة وبنى كل اللي عنده بنفسه. أغنى الناس في أمريكا في أغلبهم مليارديرات من الجيل الأول زي بيل جيتس، وارين بافيت، ولاري إليسون، ومايكل ديل، وبول ألين. على الأقل 80% من المليونيرات ومتعددي الملايين بدأوا بفلوس قليلة جدا وأحيانا من غير ولا سنت، وأحيانا وهم مديونين ومع امتيازات محدودة جدا. سام والتون مثلا مات وهو عنده أكتر من 100 مليار دولار. ليه الناس دي حققت كل النجاح ده في حين إن ناس كتير غيرهم حققت القليل جدا؟ في كتاب The Millionaire Next Door المليونير اللي جنبك، توماس ستانلي وويليام دانكو قابلوا أكتر من 500 مليونير واستجوبوا أكتر من 11,000 واحد على مدار 25 سنة. سألوهم ليه شايفين نفسهم نجحوا في الوصول للاستقلال المالي بينما أغلب الناس اللي بدأوا معاهم من نفس النقطة لسه بيعانوا. 85% من الجيل الجديد من المليونيرات ردوا بحاجة شبه دي: أنا ما كانش عندي تعليم أحسن ولا ذكاء أعلى، لكن كنت مستعد أشتغل بجد أكتر من أي حد تاني. الشغل الشاق هو المفتاح، والشرط الأساسي للشغل الشاق هو الانضباط الذاتي. النجاح مش ممكن يحصل غير لما نقدر نغلب الميل الطبيعي إننا نختصر الطريق ونتبع طريق أقل مقاومة. النجاح المستدام مش ممكن يتحقق غير لما نفرض على نفسنا الانضباط اللازم علشان نشتغل بجد وعلى المدى الطويل.
زي ما ذكرت في المقدمة، أنا بدأت حياتي من غير فلوس ولا امتيازات. سنين طويلة كنت عايش على شغلانات بسيطة وبكسب بالعافية لحد المرتب اللي بعده. دخلت مجال المبيعات بالصدفة لما ما بقتش لاقي شغل كعامل. لفيت في دايرة مغلقة شهور طويلة لحد ما سألت نفسي السؤال ده: ليه بعض الناس بينجحوا في المبيعات أكتر من غيرهم؟ واحد من أحسن البياعين في الشركة شرح لي إن 20% من البياعين بيحققوا 80% من إجمالي المبيعات. عمري ما كنت سمعت الكلام ده قبل كده. ده معناه إن 80% من البياعين الأضعف بيضطروا يتقاسموا 20% اللي فاضلة، اللي بتتبقى بعد ما الأفضل ياخدوا نصيب الأسد. في اللحظة دي أخدت قرار إني أبقى واحد من أفضل 20%. القرار ده غير حياتي. القانون العظيم. بعد كده اكتشفت القانون اللي بيخليك توصل لأعلى 20%، وهو قانون السبب والنتيجة، أو اللي بيتسمى كمان قانون الزرع والحصاد. القانون ده بيقول إن لكل نتيجة سبب محدد أو مجموعة أسباب. معناه إنك لو عايز تنجح في أي مجال لازم تحدد بالظبط إزاي الناس اللي نجحوا وصلوا للي وصلوا له، وبعدين تكرر نفس الأفعال والسلوكيات مرة ورا مرة لحد ما تحقق نفس النتائج. القاعدة سهلة: لو عملت اللي الناس الناجحة بتعمله يوم بعد يوم، مفيش حاجة تقدر تمنعك إنك تحصل على نفس المكافآت اللي حصلوا عليها. وعلى العكس، لو ما عملتش اللي الناس الناجحة بتعمله، مفيش أي حاجة تقدر تساعدك إنك تنجح. قانون الزرع والحصاد هو شكل من أشكال قانون السبب والنتيجة. القانون ده بيقول إن اللي الإنسان يزرعه هو اللي هيحصده. معناه إننا بنجني ثمار كل حاجة بنستثمرها، وكمان معناه إن اللي بنحصده النهاردة هو نتيجة اللي زرعناه في الماضي. علشان كده لو مش راضيين عن حصادنا الحالي، يبقى واجب علينا من النهاردة نزرع زرع جديد، نبدأ نعمل حاجات أكتر بتؤدي للنجاح، ونبطل نضيع وقتنا ومجهودنا في أنشطة ما بتوديش لأي حاجة. النجاح قابل للتوقع. النجاح مش بيجي صدفة، ولسوء الحظ الفشل كمان مش صدفة. احنا بننجح لما نكرر باستمرار نفس الحاجات اللي الناس الناجحة بتعملها لحد ما السلوكيات دي تبقى عادات، وبنفشل لما نتوقف عن عمل الحاجات اللي الناس الناجحة بتعملها. في كل الأحوال الطبيعة محايدة تماما. الطبيعة ما بتملش لحد، الطبيعة ما بتتعاطفش. اللي بيحصل لنا هو مجرد نتيجة لقوانين، قانون السبب والنتيجة. لازم نتعامل مع نفسنا كأننا ماكينة ليها وضع افتراضي. الوضع الافتراضي ده بيشتغل تلقائيا في غياب الانضباط الذاتي. في الوضع الافتراضي الماكينة دي هي المسؤولة عن ضعف أدائنا وعن فشلنا في تحقيق إمكانياتنا الحقيقية. لما ما نشتغلش بإرادتنا وبوعينا وباستمرار علشان نعمل ونبقى ونمتلك الحاجات، الوضع الافتراضي بيشتغل، وبنلاقي نفسنا بنعمل اللي ممتع وسهل وقليل القيمة على المدى القصير، وده بيودينا في الآخر للإحباط والمشاكل المادية والفشل على المدى الطويل. أسرار النجاح. واحد من كبار أباطرة النفط، هانت، اللي كان في وقت من الأوقات أغنى ملياردير في العالم، اتسأل مرة من صحفي تلفزيوني عن سر نجاحه. رد وقال: في 3 شروط بس للنجاح. أولاً لازم تقرر بدقة أنت عايز إيه في حياتك. ثانياً لازم تحدد الثمن اللي هتدفعه علشان توصل للي أنت عايزه. وثالثاً ودي الأهم، لازم تقرر إنك تدفع الثمن ده. واحدة من أهم شروط النجاح بعد ما تحدد اللي أنت عايزه هي قوة الإرادة. الناس اللي بتنجح مستعدة تدفع الثمن أياً كان ولمدة قد إيه لحد ما توصل للنتائج اللي بتدور عليها. كل الناس عايزة تنجح، كل الناس عايزة تبقى بصحة جيدة وسعيدة ومرتاحة وغنية، لكن أغلب الناس مش مستعدة تدفع الثمن. أحياناً بيبقوا مستعدين يدفعوا جزء من الثمن، لكن مش مستعدين يدفعوا الثمن كله. دايماً مترددين، دايماً عندهم عذر أو تبرير يخليهم ما ينضبطوش وما يعملوش كل اللي لازم يتعمل علشان يوصلوا لأهدافهم. دفع الثمن. إزاي نعرف إذا كنا فعلا دفعنا ثمن النجاح؟ الموضوع بسيط. بص حواليك، بص على حياتك دلوقتي. نقدر نعرف قد إيه دفعنا ثمن النجاح من خلال أسلوب حياتنا الحالي وحسابنا البنكي. عالمنا الخارجي دايما بيعكس زي المراية الشخص اللي احنا عليه من جوه والثمن اللي دفعناه داخليا. في نقطة مهمة جدا بخصوص ثمن النجاح: لازم دايما يدفع كامل ومقدم. النجاح أيا كان تعريفك ليه مش زي مطعم بتدفع فيه بعد ما تخلص الأكل. النجاح أقرب لكانتين، تختار اللي انت عايزه لكن لازم تدفع قبل ما تاكل. المتحدث التحفيزي زيج زيجلر قال: مصعد النجاح عطلان لكن السلم دايما شغال. التعلم من المتخصصين. كاب كاتيميا اللي اتذكر في المقدمة قال لي تاني أهم معيار للنجاح بعد الانضباط الذاتي. قال: اتعلم من المتخصصين.
انت عمرك ما هتعيش لدرجة انك تتعلم كل حاجة بنفسك. لو عايز تنجح، أول خطوة لازم تعملها هي إنك تتعلم إيه اللي مطلوب علشان توصل لأهدافك. لازم تتعلم من الناس المتخصصين، تقرأ كتبهم، تسمع برامجهم الصوتية، تحضر ندواتهم. لازم تكتب لهم أو تقرب منهم وتسألهم عن النصيحة. ساعات فكرة واحدة بس كفاية تغير حياتك بالكامل. من كام سنة واحد صاحبي رشح لي دكتور أسنان ممتاز. بعد كده عرفت إن سمعته كانت رائعة جدا. كانوا بيسموه طبيب الأسنان بتاع أطباء الأسنان. كان هو الطبيب اللي بقية أطباء الأسنان بيروحوا له لما يحتاجوا شغل أسنان على أعلى مستوى. قال لي إنه كان بيحضر كل المؤتمرات الكبرى في مجال طب الأسنان، وكان لما يحضر بيدخل كل الجلسات ويسمع أطباء من دول مختلفة ومن كل أنحاء العالم وهم بيتكلموا عن أحدث التطورات في تكنولوجيا طب الأسنان. في مرة وبثمن كبير في الوقت والفلوس حضر مؤتمر دولي لطب الأسنان في هونج كونج. في المؤتمر ده حضر جلسة لطبيب أسنان ياباني كان اكتشف تقنية جديدة في جراحة التجميل بتحسن شكل الأسنان وبتدي الناس ابتسامة جميلة بشكل دائم. رجع سان دييغو وبدأ فوراً يطبق التقنية الجديدة دي. بسرعة بقى متميز جداً في المجال ده واكتسب سمعة على مستوى الدولة كلها. وفي خلال كام سنة الناس بقت تجيله من كل جنوب غرب الولايات المتحدة علشان العلاج ده. فضل يزود أتعابه تدريجياً، وفي الآخر وصل لمرحلة إنه كسب فلوس كتير لدرجة إنه قدر يتقاعد مستقل مادياً وقادر يقضي باقي حياته مع أسرته ويسافر ويحقق أحلامه. مغزى القصة دي إن بحثه المستمر عن أفكار ونصايح من متخصصين تانيين في مجاله خلاه يكتشف تقنية جديدة وفرت عليه 10 سنين شغل شاق علشان يوصل لنفس المستوى من النجاح المالي. الحاجة دي ممكن تحصل لأي واحد فينا، بس بشرط واحد، إننا نبقى طلاب طول عمرنا في مجال شغلنا. اللياقة العقلية والجسدية لازم تفضل متحفزة دايما. النجاح شبه اللياقة البدنية، زي الاستحمام وتنظيف السنان والأكل، حاجات بنعملها كل يوم باستمرار. أول ما نبدأ ما بنقفش غير في آخر حياتنا المهنية ولحد ما نوصل لمستوى النجاح اللي بنطمح له. من كام سنة كنت بقدم سيمينار في سياتل. أثناء الاستراحة ناس كتير جملي علشان يسألوني عن محتوى السيمينار. واحد من رجال المبيعات قرب مني وقال لي لما بتشجع الناس يشتروا برامجك المفروض تقول لهم الحقيقة كلها. كالعادة سألته تقصد إيه؟ قال أنت ما بتقولش الحقيقة كلها، المفروض تقول للناس إنها بتشتغل لفترة وبعدين بتبطل تشتغل. سألته تاني إزاي يعني؟ قال أنا حضرت سيمينار ليك من حوالي 5 سنين واقتنعت جدا بكلامك، اشتريت كل برامجك وبدأت أسمعها. كنت بسمع برامج المبيعات يوميا وفعلا كنت عندك حق وبقيت أحسن بائع في الشركة، لكن بعد كده دخلي وقف وما زادش خالص خلال السنتين اللي فاتوا. الحقيقة إن برامجك بتبطل تشتغل بعد فترة. سألته طيب إيه اللي حصل في حياتك من سنتين لما دخلك وقف؟ فكر شوية وبعدين قال الحقيقة إني كنت ببيع كتير جدا لدرجة إني تعينت في شركة تانية، ومن ساعة ما بدأت شغل الجديد الدخل وقف عند حد معين. سألته عملت إيه مختلف في شغلك الجديد عن شغلك القديم؟ بدأ يرد وبعدين فجأة وقف وبان على وشه تعبير الدهشة، وبعد لحظة قال إلهي أنا بطلت أعمل اللي كنت بعمله، بطلت أقرأ عن المبيعات، بطلت أسمع برامج صوتية، بطلت أحضر سيمينارات، بطلت كل حاجة. مشي وهو بيهز راسه وبيقول أنا بطلت كل حاجة، أنا بطلت كل حاجة. إنك تبقى خبير في مجالك وتطور مهاراتك باستمرار ده بالظبط زي اللياقة البدنية. لو بطلت تمرين لفترة جسمك ما بيفضلش في نفس المستوى، بالعكس بتبدأ تتراجع، عضلاتك بتبقى أضعف وأطرى، بتفقد القوة والمرونة والقدرة على التحمل. علشان تفضل في حالة بدنية كويسة لازم تكمل تمرين عضلاتك كل يوم وباستمرار. كن أفضل نسخة من نفسك. في سبب أعمق وأهم لممارسة الانضباط الذاتي علشان تتقدم وتنجح. ممارسة الانضباط الذاتي بتغير الشخصية نفسها، بتخليك إنسان أقوى وأفضل. للانضباط الذاتي تأثير قوي جدا على عقلنا ومشاعرنا. الانضباط الذاتي بيخلينا شخص مختلف تماما عن الشخص اللي كنا ممكن نبقى عليه من غيره. تخيل نفسك في معمل كيميائي، خلطنا مجموعة مواد كيميائية في وعاء وحطيناها على موقد بنزين. الحرارة بتزيد لحد ما المواد تتبلور وتتماسك، وبعد ما تتبلور تحت تأثير الحرارة العالية ما بترجعش تسيح تاني. بنفس الطريقة دي في بداية حياتنا المهنية شخصيتنا بتبقى زي السائل، لينة مرنة ومش محددة الشكل. لكن لما نطبق حرارة الانضباط الذاتي، لما نضغط على نفسنا نعمل اللي صعب وضروري بدل الممتع والسهل، شخصيتنا بتقوى وتتبلور على مستوى أعلى. أعظم فائدة من ممارسة الانضباط الذاتي إننا بنبقى أشخاص جداد، بنبقى أقوى وأكثر إصراراً، بنطور تحكم أعلى في النفس وإرادة أقوى.
في الحقيقة إحنا بنشكل شخصيتنا وبنقويها وبنتغير تغير إيجابي عميق. القاعدة بسيطة، علشان تبقى شخص ما كنتش عليه قبل كده لازم تعمل حاجة ما عملتهاش قبل كده. علشان تطور شخصية أقوى لازم تمارس مستوى أعلى من الانضباط الذاتي وضبط النفس. لازم تعمل الحاجات اللي أغلب الناس ما بتحبش تعملها. مبدأ تاني من مبادئ النجاح بيقول إنك علشان تحقق حاجة ما عملتهاش قبل كده لازم تتعلم وتمارس صفات ومهارات ما كانتش عندك قبل كده. بممارسة الانضباط الذاتي بتتحول لشخص جديد، بتبقى أفضل وأقوى وأكثر وضوحاً، بتطور تقدير أعلى لنفسك واحترام أكبر لذاتك وفخر شخصي أعمق. بتتحرك لقدام في مسار التطور الإنساني وبتبقى شخص عنده شخصية وإرادة أوضح وأعلى. النجاح هو المكافأة. أجمل حاجة في النجاح إن كل خطوة في اتجاهه مكافأة في حد ذاتها. كل خطوة بتاخدها علشان تبقى شخص أفضل وتنجز أكتر بتخليك أسعد وأكثر ثقة وأكثر رضا. أكيد سمعت المقولة مفيش حاجة تعوض النجاح. أعظم مكافأة للنجاح مش الفلوس اللي بتكسبها، لكن الشخص اللي بتتحول ليه وانت بتسعى للنجاح وبتستخدم الانضباط الذاتي كل ما يكون مطلوب. هشرح إزاي ممكن فعلا نبقى أشخاص استثنائيين. تمرين عملي. امسك قلم دلوقتي فورا واكتب إجاباتك عن الأسئلة الجاية. 1. لو حياتك المهنية ومسارك الوظيفي كانوا مثاليين تماما، كانوا هيبقوا عاملين إزاي؟ وإيه المهارات اللي ممكن تطورها علشان توصل لكده؟ 2. لو حياتك الأسرية كانت مثالية من كل ناحية، كانت هتبقى عاملة إزاي؟ وإيه الإجراء الواحد اللي ممكن يساعدك أكتر حاجة إنك تحقق الصورة دي؟ 3. لو صحتك كانت مثالية من كل الجوانب، إيه المهارة اللي لو طورتها هتوصلك لكده؟ 4. لو وضعك المالي كان مثالي النهاردة، إيه المهارة اللي عندك واللي لو طورتها هتساعدك أكتر حاجة؟ 5. ليه لسه ما نجحتش بالدرجة اللي انت عايزها؟ وإيه المهارة اللي لو طورتها هتساعدك أكتر حاجة إنك تحقق كل أهدافك؟ 6. إيه المهارة الواحدة اللي ممكن تطورها وتخليك تحقق نتائج أكتر في حياتك؟ 7. لو تقدر بعصاية سحرية تبقى منضبط تماماً في مجال واحد بس، إيه الإجراء اللي هيكون ليه أكبر أثر إيجابي على حياتك؟ الانضباط الذاتي وبناء الشخصية. تجاوز دايماً اللي متوقع منك. ما تشفقش على نفسك. كن صارم مع نفسك، لكن كن متسامح مع غيرك. هنري وورد بيتشر، واعظ في القرن ال19. الشخصية بتتكون طول حياتنا. قدرتنا إننا نكتسب سمعة إننا أشخاص أصحاب شخصية وشرف هي أعظم إنجاز في حياتنا الاجتماعية والمهنية. رالف والدو إميرسون كتب: اللي انت عليه بيكلمني بصوت عالي لدرجة إني مش سامع ولا كلمة من اللي انت بتقوله. الشخص اللي احنا عليه النهاردة أعمق جزء في شخصيتنا هو نتيجة كل اختياراتنا وقراراتنا في الحياة لحد اللحظة دي. كل مرة اخترنا فيها الصح وتصرفنا بأفضل شكل قوينا شخصيتنا وبقينا أشخاص أفضل. وبنفس الطريقة كل مرة ساومنا أو اخترنا الطريق الأسهل أو تصرفنا عكس اللي احنا عارفين إنه صح أضعفنا شخصيتنا وخليناها ألين وأهش. الفضائل الكبرى. في مجموعة من القيم أو الفضائل اللي غالباً بتكون موجودة عند أي شخص صاحب شخصية حقيقية، من بينها الشجاعة والتعاطف والكرم وضبط النفس والمثابرة واللطف. لكن أهم قيمة على الإطلاق في تحديد قوة وغنى الشخصية هي النزاهة. درجة نزاهتنا، يعني مدى صدقنا التام مع نفسنا ومع غيرنا، هي أوضح دليل على جودة شخصيتنا. إلى حد كبير النزاهة هي القيمة اللي بتحمي وتضمن باقي القيم. كل ما زادت نزاهتنا وكل ما بقينا صادقين أكتر مع نفسنا، كل ما زادت احتمالية إننا نعيش منسجمين مع باقي القيم اللي بنحترمها ونقدرها. تكوين شخصية قوية محتاج قدر كبير من الانضباط الذاتي، محتاج إرادة قوية علشان نعمل دايما الصح في كل موقف، محتاج انضباط وإرادة علشان نقاوم إغراء التهاون أو اختيار السهولة أو السعي المكسب قصير المدى. الحياة كلها عبارة عن اختبارات مستمرة علشان تكشف احنا مصنوعين من ايه بجد في أعماقنا. الحكمة ممكن تتطور في العزلة من خلال الدراسة والتأمل، لكن الشخصية ما بتتكونش غير في احتكاك الحياة اليومية لما نجبر نختار ونقرر وسط بدائل وإغراءات. اختبار الشخصية الحقيقي بيظهر لما نكون تحت ضغط ولما نضطر نختار طريق من اتنين، نعيش وفقا لقيمة أو نساوم عليها. إميرسون قال كمان: احمي نزاهتك زي ما تحمي حاجة مقدسة. في الآخر مفيش حاجة أقدس من نزاهة عقلك. احنا كائنات بتتخذ قرارات، دايما بنختار. كل قرار بناخده هو تأكيد عملي لقيمنا الحقيقية وأولوياتنا. في كل لحظة بنختار اللي له قيمة أكبر بالنسبة لنا، مش الأقل قيمة. الشخصية هي السد الوحيد قدام الإغراء وصوت أقل مقاومة وعامل الانتهازية.
والطريق الوحيد لتطوير الشخصية بشكل كامل هو إننا نستخدم إرادتنا في كل موقف نغرى فيه، نعمل اللي سهل ومناسب بدل الصعب والضروري. المكافأة الكبرى: لما نبقى أشخاص أصحاب شخصية ونستخدم إرادتنا وانضباطنا الذاتي علشان نعيش وفقاً للي احنا عارفين إنه أفضل، بنحصل على مكافأة عظيمة. لما نختار الصعب بدل السهل والخير بدل الشر، بنحس براحة داخلية حقيقية. تقديرنا لذاتنا بيزيد، بنحب نفسنا ونحترمها أكتر، إحساسنا بالكرامة والفخر الشخصي بيقوى. غير إحساسنا الداخلي الجيد، بنكسب احترام وتقدير الناس اللي حوالينا. الناس بتعجب بينا وبتعتبرنا قدوة. الأبواب بتتفتح قدامنا والناس بتساعدنا. أجورنا بتزيد، ترقيتنا بتيجي أسرع، وبيتم تكليفنا بمسؤوليات أكبر. لما نبقى أشخاص شرفاء وأصحاب شخصية، العالم كله بينفتح لينا. على العكس، ممكن نكون أذكى الناس في الدنيا وعندنا مواهب ومهارات عالية، لكن لو الناس ما بتثقش فينا مش هنتقدم. محدش هيعيننا، ولو اتعيننا هيتخلوا عننا بسرعة. مش هنعرف نوقع عقود، وأقرب الناس لينا هيبقوا دايما أشخاص شبهنا في ضعف الشخصية، لأن اللي شبه بعضه بيتجمع. وبما إن الناس اللي بنصاحبهم ليهم تأثير كبير على اتجاهاتنا وشخصيتنا، إحنا إما بنبني حياتنا كلها أو بنهدمها بجودة شخصيتنا أو بغيابها. تقوية الشخصية. أرسطو قال إن أي تقدم في المجتمع بيبدأ بتقوية شخصية الشباب. التقدم في حياتنا إحنا كمان بيبدأ بتعلم القيم وممارستها. القيم بتتعلم بثلاث طرق: التعليم والدراسة والممارسة. خلينا نبص على كل طريقة فيهم عن قرب. تعليم القيم لأولادنا. واحد من أهم أدوار الأب والأم هو تعليم القيم للأولاد، وده محتاج تربية صبورة نشرح فيها القيم واحدة واحدة مع نمو الطفل. مرة واحدة مش كفاية، لازم القيم وأهمية العيش وفقاً ليها تتشرح وتتكرر. لازم ندي أمثلة ونوضح الفرق بين الالتزام بقيمة زي الصدق وبين عكسها زي الكذب أو أنصاف الحقائق. الأطفال وهم بيكبروا حساسين جداً للدروس اللي بياخدوها من الناس المهمين في حياتهم. بيعتبروا كلام الأب والأم حقيقة مطلقة، بيمتصوا اللي بنقوله زي الإسفنجة. إحنا بنطبع قيمنا في عقولهم اللي شبه الطين اللين. اللي بنزرعه فيهم بيبقى جزء من طريقتهم في فهم الدنيا والحياة. وقبل أي حاجة، إحنا بنعلم القيم بتصرفاتنا قبل كلامنا. أولادنا بيراقبونا وبيقلدوا القيم اللي بنقولها وبنكررها وبنعيش بيها. أولاد عيلة روكفيلر كانوا مشهورين إنهم اتعلموا القيم المالية من سن صغير جداً. رغم إن أبوهم كان واحد من أغنى رجال أمريكا، الأولاد كانوا لازم يشتغلوا ويقوموا بمهام قبل ما ياخدوا المصروف. بعد كده كانوا بيتعلموا إزاي يصرفوا فلوسهم، وإزاي يدخروا، وإزاي يتبرعوا، وإزاي يستثمروا. وعلشان كده كبروا وبقوا رجال أعمال وقادة ناجحين، على عكس أطفال كتير اتربوا في بيوت غنية من غير انضباط مالي حقيقي. دراسة القيم اللي بنحترمها. إحنا بنتعلم القيم كمان لما ندرسها بتركيز. أي حاجة بنركز عليها بتكبر وتزيد في حياتنا. لما نقرأ قصص عن رجال وستات عندهم نفس القيم اللي بنقدرها، ولما نفكر في تصرفاتهم، القيم دي بتترسخ أكتر في عقلنا. ولما القيم تستقر في العقل الباطن، بتخلق جوانا ميل تلقائي إننا نتصرف وفقاً ليها وقت ما الموقف يطلب كده. في التدريب العسكري، الجنود بيسمعوا باستمرار قصص عن الشجاعة والطاعة والانضباط ودعم الزملاء. كل ما يسمعوا القصص دي أكتر ويفكروا فيها، كل ما تزيد احتمالية إنهم يتصرفوا بنفس القيم تحت ضغط القتال الحقيقي. الصدق هو أساس الشخصية. كل مرة نقول الحقيقة حتى لو كانت محرجة في اللحظة دي، بنحس براحة داخلية وبنحصل على احترام اللي حوالينا. من أعلى المديح اللي ممكن يتقال عن إنسان هو إنه دايماً بيقول الحقيقة. تقليد الناس اللي بنعجب بيهم أكتر. جزء كبير من شخصيتنا بيتكون من الناس اللي بنعجب بيهم أكتر، سواء كانوا عايشين أو رحلوا. مين هم؟ خليك صريح مع نفسك واعمل قائمة ب10 أشخاص بتعجب بيهم أكتر حاجة في حياتك. جنب اسم كل واحد اكتب القيم أو الصفات اللي بتمثله في نظرك. إيه القيم والصفات اللي عندك وبتخليك شخص يستحق الاحترام؟ إيه اللي بيميزك فعلاً؟ ممارسة القيم اللي بنحترمها. إحنا بنطور القيم لما نمارسها في كل مرة يكون مطلوب مننا كده. زي ما قال الفيلسوف الرواقي، الظروف ما بتخلقش الإنسان، هي بس بتكشفه لنفسه. لما مشكلة تحصل، إحنا بنرد تلقائياً بناءً على أقوى القيم اللي كوناها لحد اللحظة دي. القيم بتترسخ بالتكرار، لما نتصرف وفقاً لقيمة معينة مرة ورا مرة لحد ما تبقى عادة تلقائية.
الناس اللي عندهم شخصية قوية بيتصرفوا وفقاً لأعلى قيمهم من غير تردد أو تفكير طويل. ما بيسألوش نفسهم هل ده صح ولا غلط، هم عارفين. تركيب الشخصية. علم نفس الشخصية بيقول إن شخصيتنا بتتكون من 3 أجزاء أساسية: المثال الأعلى الشخصي، وصورة الذات، وتقدير الذات. المثال الأعلى الشخصي هو الجزء من عقلنا اللي بيضم قيمنا وفضائلنا ومثلنا العليا وأهدافنا وطموحاتنا وصورتنا عن أفضل شخص ممكن نبقى عليه. المثال الأعلى الشخصي بيتكون من القيم اللي بنعجب بيها أكتر في غيرنا واللي نفسنا نمتلكها جوه نفسنا. أهم عنصر في المثال الأعلى الشخصي ممكن نلخصه في كلمة واحدة: الوضوح. الناس المتفوقين هم الناس اللي عندهم وضوح كامل عن نفسهم وعن اللي بيؤمنوا بيه. هم واضحين تماما في قيمهم وفي الحاجات اللي بيدافعوا عنها، مش متلخبطين ومش مترددين، بيبقوا حاسمين وثابتين. على العكس، الناس الضعيفة أو المترددة بيبقوا مش واضحين في قيمهم، عندهم فكرة ضبابية جدا عن الصح والغلط في أي موقف، وعلشان كده غالبا بياخدوا طريق أقل مقاومة ويتصرفوا بانتهازية. بيعملوا أسرع وأسهل حاجة تجيب لهم اللي هم عايزينه في اللحظة من غير ما يفكروا في عواقب تصرفاتهم للمدى البعيد. تطور الشخصية. في علم الحياة نقدر نرتب أشكال الحياة من الأبسط للأعقد، من كائنات وحيدة الخلية لحد الإنسان، مروراً بسلسلة متصاعدة في التعقيد. بنفس الطريقة نقدر نرتب البشر من حيث التطور الشخصي، من الأقل تطوراً للأكثر تطوراً. أقل مستويات الإنسان تطوراً هم اللي ما عندهمش قيم واضحة ولا فضائل ولا شخصية حقيقية. دول بيتصرفوا دايماً بدافع اللحظة ويمشوا ورا السهولة ويدوروا على الإشباع الفوري. أعلى مستوى في التطور الإنساني هو مستوى النزاهة الكاملة. الناس اللي عمرهم ما يساوموا على صدقهم أو شخصيتهم مهما كان التهديد أو الألم أو حتى الموت، دول بيمثلوا أعلى درجة من تطور الجنس البشري. في كتابه Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity، الثقة، الفضائل الاجتماعية وصناعة الازدهار، الفيلسوف فرانسيس فوكياما وضح إن دول العالم ممكن تتقسم لمجتمعات عالية الثقة ومجتمعات منخفضة الثقة. وبين كمان إن المجتمعات اللي الثقة فيها عالية، يعني النزاهة فيها محل تقدير وتشجيع واحترام، هي في نفس الوقت أكثر المجتمعات التزاماً بالقانون وأكثرها حرية وأعلاها ازدهاراً. وعلى الطرف الثاني المجتمعات اللي بتنتشر فيها الطغيان والسرقة وعدم الأمانة والفساد دايماً بتكون مجتمعات فقيرة وغير ديمقراطية. الثقة هي المفتاح. الثقة هي المحفز الأساسي للعلاقات الاجتماعية. لما الثقة تبقى عالية بين الناس، النشاط الاقتصادي بيزدهر والفرص بتبقى متاحة للجميع. ولما الثقة تقل، الموارد الاقتصادية بتبدد في محاولة الحماية من السرقة والفساد أو ما بتبقاش متاحة أصلاً. صورة الذات، مرايتنا بداخلية. الجزء الثاني من شخصيتنا هو صورة الذات. دي الطريقة اللي بنشوف ونقيم نفسنا خصوصاً قبل أي حدث مهم. دايماً بنميل نتصرف خارجياً حسب الصورة اللي شايفين بيها نفسنا من جوه. الصورة دي أحياناً بتسمى المراية الداخلية، اللي بنبص فيها قبل ما نعمل أي تصرف. لما نشوف نفسنا أشخاص هاديين، إيجابيين، صادقين وأصحاب شخصية قوية، تصرفاتنا بتبقى أقوى وتأثيرنا بيزيد. الناس بتحترمنا أكتر، بنحس إننا مسيطرين على نفسنا وعلى الموقف. والخبر الحلو إن كل مرة نتصرف فيها وفقاً لأعلى قيمنا، صورة الذات بتاعتنا بتقوى، بنشوف نفسنا بشكل أحسن، بنحس بسعادة وثقة أكبر، وسلوكنا الخارجي بيبقى انعكاس للصورة الداخلية دي، صورة أفضل شخص ممكن نبقى عليه. الناس غالباً بتعاملنا حسب إحساسنا بنفسنا، على الأقل في الأول. لو شايفين نفسنا أشخاص مميزين وأصحاب شخصية قوية، هنتعامل مع غيرنا باحترام، وهم بدورهم هيشوفونا ناس شرفاء وأصحاب شخصية. تقدير الذات، قد إيه بنحب نفسنا ونقدرها. كل ما نعتبر نفسنا أشخاص مهمين وذوي قيمة، كل ما نكون إيجابيين ومطمنين أكتر. لما نحس إننا فعلا جديرين بالثقة، بنتعامل مع غيرنا بنفس الروح. تقدير الذات بيتحدد إلى حد كبير بمدى التوافق بين سلوكنا الفعلي وبين المثال الأعلى اللي حاطينه لنفسنا. كل مرة نتصرف فيها بما يليق بالشخص اللي نفسنا نبقى عليه، صورتنا عن نفسنا تتحسن وتقديرنا لنفسنا يزيد. بنحب نفسنا ونحترمها أكتر، بنحس بالرضا عن نفسنا وعن حياتنا. وكل ما نحب نفسنا أكتر، نحب غيرنا أكتر، وغيرنا يحبنا أكتر.
لما نعيش بشخصية ونزاهة منسجمين مع أعلى قيمنا، حياتنا كلها بتدخل في دوامة صاعدة داخلياً وخارجياً. الأمور بتتحسن باستمرار في كل جوانب حياتنا. الاتساق دايما هو الأساس. لما نتصرف بانسجام مع قيمنا بنحس براحة داخلية، ولما نساوم على قيمنا لأي سبب بنحس بعدم ارتياح. لما نساوم على قيمنا ثقتنا في نفسنا وتقديرنا لذاتنا بيقلوا، بنحس إننا أقل ومترددين وغير واثقين. جوانا إحساس واضح إن في حاجة غلط. تقريبا كل المشاكل الإنسانية ممكن تتحل بالرجوع لأعلى قيمنا وأعمق قناعاتنا. لو رجعنا بذاكرتنا هنفتكر مواقف في حياتنا ساومنا فيها على قيمنا علشان نحافظ على استثمار أو وظيفة أو علاقة أو صداقة. في كل مرة إحساسنا كان بيسوء أكتر وأكتر لحد ما اضطرينا ننسحب ونبعد. طب وإحساسنا كان عامل إزاي لما أخيراً امتلكنا قوة الشخصية وابتعدنا؟ إحساس رائع. كل مرة نستخدم إرادتنا ونرجع لقيمنا الأساسية، الطبيعة كأنها بتكافئنا بإحساس عميق بالسعادة والامتلاء. بنحس بطاقة وحرية وخفة، وغالباً بنسأل نفسنا ليه ما خدتش القرار ده بدري؟ اعمل الصح علشان تبني شخصية قائمة على الانضباط والإرادة. التفكير طويل المدى ضروري جداً. كل ما نفكر أكتر في عواقب تصرفاتنا على المدى الطويل، كل ما زادت احتمالية إننا نعمل الصح على المدى القصير. لما نواجه اختيار أو قرار لازم نسأل نفسنا السؤال ده: إيه المهم هنا فعلاً؟ لازم نطبق القاعدة الكونية لإيمانويل كانت. قرر إنك تتصرف وكأن القاعدة اللي بتوجه تصرفك هتتحول بإرادتك لقانون عام يحكم الطبيعة كلها. واحد من أهم الأسئلة في بناء الشخصية هو العالم ده كان هيبقى عامل إزاي لو كل الناس كانت زيي؟ كل مرة نغلط ونقول أو نعمل حاجة مش متوافقة مع أعلى قيمنا لازم فوراً نرجع للطريق الصح. لازم نقول لنفسنا ده مش شبهي، ونقرر إن المرة الجاية نعمل أحسن.